السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل الطعمية بكل تفاصيلها وبكل سهولة، والطعم في منتهى الروعة. نبدأ على بركة الله. عندي حوالي 800 جرام من الفول المجروش أو المدشوش. هغسله وانقعه لمدة 24 ساعة. استخدمت للكمية دي واحدة من الكرات وواحدة من الكزبرة. مش متوفر الكرات، يمكنكم ان انتوا تستخدموا الكزبرة بس. هغسل الخضرة وأقطعها، وكمان هستخدم راس من الثوم وواحدة من البصل. هجيب صينية كبيرة أو وعاء كبير وهقلب فيه الخضار مع الفول. كمية الخضرة مناسبة على قد كمية الفول. ما نحاولش نزود أكتر من كده الخضرة علشان ما تغمقش لون الطعمية. كمان ما نحاولش نزود البصل قوي علشان ما يخليش الطعمية تتحرق أثناء عملية القلي. هنقلب الفول مع الخضار كويس جدا، وبعد كده هنفرمه في الكبة. كل شوية هنزل الجوانب عشان اتأكد ان كله اتفرم. هكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. ان شاء الله لما تجربوا الطعمية بالطريقة دي تعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها في البيت، مش هتشتروا طعمية من بره تاني ابدا. كده خلاص فرمناها اول وش او اول دور. هنعيد الفرم مرة تانية عشان انا عايزاها تكون ناعمة جدا. كل ما نعمت الطعمية بتبقى هشة جدا، ما تشربش زيت كتير، وكمان بتبقى مقرمشة وحجمها بيتضاعف. اثناء عملية الفرم في المرحلة التانية هضيف بعض قطرات من الماء. أنا استخدمت لكل الكمية ما يقارب كوباية من الماء المثلج. ليه ماء مثلج؟ عشان الخضرة لونها ما يتغيرش ويصفر، لأن الطعمية أثناء عملية الفرم بتسخن، فلازم الماء المثلج عشان الخضرة تفضل محتفظة بلونها الأخضر الجميل. طبعا أثناء عملية الفرم من وقت للتاني هنحاول ننزل الطعمية اللي في الجوانب عشان نضمن إن كله اتفرم. كده بقت تمام قوي، اتفرمت ونعمت. هنكمل بقية الكمية بنفس الطريقة لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. ده شكلها بعد ما خلصت، ودي كل الكمية اللي طلعت معانا. هنشوف هنعمل فيها ايه. انا مش هحط عليها ملح ولا اي توابل ولا اي حاجة خالص. هجيب اكياس بلاستيك واشيل فيها عجينة الطعمية. كل كيس هيكون فيه شوية على قد مرة. كل واحد طبعا هيحدد الكمية حسب احتياجه. هطلع الهواء منه واقفله بالشكل ده، وهنشيله في الفريزر. هخلي بس شوية على قد استخدامي دلوقتي. ما شاء الله عملت لنا كمية كبيرة جدا. هناخد شوية من العجينة
هحط عليهم شوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الملح، مفيش توابل اكتر من كده. هقلب كويس قوي التوابل والملح مع عجينة الطعمية. كتر التقليب بيدخل فيها الهواء يخليها هشة اثناء القلي. هجيب شوية من السمسم وهبتدي اشكل الطعمية واحط على وشها السمسم. طبعا التشكيل هيكون حسب رغبتكم وهيكون حسب الحجم اللي انتم عاوزينه. في زيت سخن على النار وهبتدي احمر الطعمية. ما نحاولش نقلب الطعمية خالص غير لما تاخد لون، لان لو حاولت احركها وهي لسه ما خدتش لون هتتهري في الطاسة. ولا حطينا كربونات ولا حطينا اي حاجة، يدوب شوية كزبرة وشوية الملح، ما حطيناش اي حاجة تاني نهائي. وده شكلها بعد ما اتعملت. عملنا منها كمان حجم كبير. وده شكلها بعد ما خلصت. عملنا معاها كمان العيش ده، ما عندكوش فكرة ريحتها وطعمها عاملين ازاي. بسم الله ما شاء الله، تحفة. العيش طبعا طريقته موجودة على القناة اكتر من طريقة للعيش اللي يحب يجرب. هنعمل ساندويتش هنحط فيه السلطة. ودي شكل الساندوتشات بعد ما خلصت. ودي كانت وصفتنا النهاردة للطعمية. أتمنى يا رب أكون قدرت أفيدكم وتكون عجبتكم الوصفة، وأتمنى أسمع رأيكم فيها في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.